اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل. اللهم ازرع في قلبي راحة دائمة وأمل لا يخيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نورتوني وشرفتوني كل حبايبي اللي دايما بيشجعوني وبيكتبوا لي تعليقات حلوة وبتشجعني، وأهلا وسهلا بكل اللي انضم لينا جديد. الرحلة بقى بتاعتنا النهاردة دي رحلة مختلفة، أول مرة طبعا أنزلها معاكم على القناة. عايزة أقول لكم إن أنا بالظبط كده بقالي بتاع 11 سنة ما زرتش اسكندرية. أنا من القاهرة. 11 سنة ما نزلتش اسكندرية، يعني تقريبا من عمر ما أنا ما اتجوزت تقريبا كل حاجة اتلغت. رايحين بقى النهاردة اسكندرية كده. الراعي الرسمي بتاع الرحلة بتاعتنا دي ماما، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويخليها لنا ويديها الصحة والعافية ويشفيها يا رب ويشفي كل مريض. خليكم بقى معانا عشان هتبقى سلسلة فيديوهات. هصور لكم كده الرحلة بتاعتنا كاملة، وكمان نروح اسكندرية وخروجاتنا 7 أيام. الحمد لله قضيناهم بكل حب وسعادة. بس ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا تحطوا اللايك وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا بقى كانت طريقنا أول حاجة في محطة مصر. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بقالي كتير جدا ما دخلتش محطة مصر اصلا، يعني ما بسافرش لأي مكان. بصراحة محطة مصر اتغيرت جامد وشكلها بقى حلو، فيها اهتمام اكتر، فيها نظام اكتر. دخلنا بقى سألنا على الرصيف اللي هيجي عليه القطر بتاعنا اللي احنا حاجزين عليه، ودخلنا طبعا في الانتظار ان هو يجي. طبعا عيالي اول مره بالنسبه لهم ان هم يزوروا مكان زي دوت، او ان هم يسافروا من مكان لمكان. ما سافروش قبل كده، يمكن انا سافرت قبل كده بس لغايه بقى توقيت زي ما بقول لكم كده اتجوزت خلاص كل حاجه اتلغت. بصوا بالنسبه لهم بقى حاجه ايه، يعني شايفين القطر قدامهم دي حاجه كبيره. معذورين برضو. بسم الله توكلنا على الله. يلا صلوا على النبي بقى كلكم كده. هنا بقى كان القطر ابتدى يتحرك، ركبنا كده واستقرينا. ده انا عايزه هقول لكم في مفاجاه في قلب الفيديو هتضحكوا عليها. ابتدى القطر يتحرك بقى، ركبنا اللي هو القطر المكيف. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادعوا بقى نوصل بالسلامه. وهنوصل نوريكم حاجات كتير. بصوا التكييف اشتغل بقى، وبصوا عيالي انفذوا ازاي انفذوا. التكييف كان عالي جدا. والدور استخبى ورا اخوه. بصوا من كتر يا عيني ما سقعانين، انا جبت لهم جلابيه بتاعه ماما من الشنطه بتاعه الهدوم، غطيتهم بيها وناموا بقى. بصوا بدوره مستخبي فين؟ ورا اخوه. سقعوا. التكييف كان عالي جدا جدا بصراحه، يعني انا ذات نفسي عقبال ما نزلت كان ايدي ما فيهاش دمويه. تقولوا ان احنا في عز الشتاء، بس ارحم برضو من الحر بصراحه يعني. غطيتهم جلابيه ماما، ناموا لهم شويه قبل ما وصلنا. بصراحه الرحله ما كانتش متعبه، وكانت المواصلات مريحه. هنا بقى الفوق ده كان معانا طبعا جاي من القاهرة رايح اسكندرية، عندهم مباراة للأهلي، وزي ما انتم شايفين كده مهيصين وزقطاطين وما شاء الله عليهم. أجواء جميلة يعني، فاهمين أجواء الرحلة دي الجماعية جميلة. عايزه اقول لكم بقى كده احنا نزلنا من القطر اللي هو التاني اللي احنا جايين من القاهره اسكندريه. نزلنا وركبنا قطر ابو قير. هننزل بقى محطه ايه؟ السوق. بصوا بقى خلاص الحمد لله وصلنا بالسلامه. انا عايزه اقول لكم اول ما نزلت من القطر لقيت دي في وشي
وانا بصراحه ربنا كان نفسي فيها. وهي هنا عندنا في القاهره ما بتتباعش، يعني بحس انها مش تبقى طازه، لكن هناك طبعا موجوده باستمرار وطازه. ما استنتش، يعني ماما تقول لي طب اصبري، طب لما الصبح اجيب لك، قلت لها لا، جبت ام الخلول معايا عشان اكلها. قعدنا واستريحنا وخدنا وقتنا. وعايزه اقول لكم كمان احنا نزلنا رحنا لبنت خالتي، يعني احنا نازلين الزياره دي هنقضيها عند بنت خالتي، معزومين عندها يعني. قعدنا وارتحنا واتغدينا والحمد لله. ونزلنا بقى بالليل كده نتمشى فين؟ في سوق بقوس. السوق اللي احنا نزلنا فيه الصبح في محطة السوق من قطر ابو قير. السوق انا عايزه اقول لكم احنا نزلنا التوقيت ده دلوقتي كان حوالي الساعه 11 بالليل. وبصوا السوق عامل ازاي، هايص وزايط، وكل ما تتخيليه موجود في السوق. اي حاجه تتخيليها موجوده في السوق. السوق ده لسه فاتح كده. اوعى يا ولد. استنى يا باسم. تعالى اتفرج. تعالى يا باسم. بص تعالى. على البيت بنت صفاء. بصي ماشي. نعم هشوفها اهو كده مش صوت طب تعالى بقى. طويلة كده؟ بصي كده بكام يا فؤاد؟ هوريكي واحد هناك بجيب من عند العيال. بصي ده جنبه انا بقول لك هو كده. ده بقول لك عند الفراق. يعني حاجات حلوه. تعالي خليكوا دي واحدة عندي يعني. عامل كام ده؟ صباح الباب العيال وراكم. طيب راحوا فين؟ دورنا خدنا بعض. طيب تعالوا تعالي 200 يا صباح. عدي يا صباح عشان هات ايدك يا بابا. استنى طيب بكام؟ بس اديني الفرح جميلة البنت الصغيرة. جميله قوي. يلا يا ياسين يا بدوره، يلا يا باسم. اهم لما يقع بس يا ابني بس يا شيخ ده مايوه ان شاء الله المره الجايه السنه الجايه نجيب. استنى يا ياسين. اخيرا ظهر عندكم العش. ماشي بس حلو ماشي كمان عجبني ماشي. خلي الدنيا واسعه هنا يا ياسين اهي كده. حلو طبعا. تعالي هذا البتاع ده اللي جبته لك قبل كده رميتهولي. المول ده ينفع؟ تعالي كده. لا يما احنا نركب لسه. هنا بقى كان اخر السوق. هنركب بقى الترام، احنا بنقول عليه عندنا احنا ترماي. هنركب الترام واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. وجولة جديدة هنكون فين ان شاء الله هننزل سان ستيفانو، هنتفسح هناك ونطلع على البحر وهنشوف المول اللي هناك والمحلات كمان. استنونا الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خلاص استنى اللي وراه.